بره في علوم النفس في طريقه انك تحكم على البني ادم، تعرف شخصيته من شكل لبسه، من اختياره ليه، من طريقه تطبيق الهدوم من ناحيه او معرفش ايه. فاهم قصدي؟ واحنا سايبين كل التطور العلمي ده ولسه قاعدين في كلام عمو الحكيم. برين، ماذا سنفعل الليله؟ سنفعل ما نفعله كل ليله يا بنكي، نحاول السيطره على العالم. كاموميل بابونج تاني، يعني بجد يا جدعان البتاع ده لازم تجربوه. اصل انا كل الناس اللي قابلتهم في حياتي اتريقوا على الموضوع ده، ايه اللي انت بتشربه ده؟ وفي الاخر يشرب المج يلاقي الموضوع لذيذ جدا. عندي علبه في البيت وعلبه في الاستوديو والاتنين قربوا يخلصوا وانا تقريبا ما بشربش منهم حاجه. الناس اللي حواليا هي اللي عجبها الموضوع. السلام والرحمه يا رب صبحنا وربحنا. زي ما انتم شايفين في عنوان الحلقه، احكم على الناس بالمظهر. في يوم من الايام جاءني احد الحكماء، هو ما جانيش يعني، هو كان في احد الحكماء يعني، وقال حكمه بتقول ما تحكمش بالمظاهر يا ابني. فرديت عليه وقلت له ليه؟ لا والله ليه؟ يعني انا عارف ان الافلام دايما بتصور لك الموضوع بالشكل الايه اللي هو الاكستريم جدا، اللي هو فيلم حسن ومرقص ويبقى واحد مسيحي قاعد في بيت المسلم وواحد مسلم قاعد في بيت المسيحي وانت بتحكم على ده بمظهره. فده مش صح، لان هو ممكن يكون بيعمل ده عشان بس يحمي نفسه من حاجه. او مثلا في فيلم تاني هتلاقي الشيخ اللي هو المتدين اللي معرفش ايه، بس هو من جواه بني ادم وحش وشرير وشيطان وبتاع. بعدين تخش على الفيلم التاني فتلاقي في عاهره وبتشتغل فتاة ليل ودوراها يعني على الاخر، بس هي ست جدعه جدا وهتقف جنبك جدا وانت ما تعرفش ايه الظروف اللي رميتها هنا. كل الكلام ده بيحصل في الشارع ممكن، بس في الحقيقه هو لا يمثل 1% من المجتمع. يعني هي دي اصلا فكره الافلام. هي الافلام مش قائمه على انها تجيب لك الاشخاص الطبيعيه اللي شبهنا، عشان دي حاجه ممله جدا احنا بنعيش معاهم في الحياه. انت عشان الفيلم يبقى مثير لازم يبقى شخصيه جذابه. الشخصيه الجذابه دي يبقى من 1% المختلفه من البشر اللي فيهم حاجات غريبه. فدي مش الحياه. في الحياة الطبيعية أغلبية البشر بيلبسوا على مزاجهم، بيلبسوا اللي بيعجبهم. بره في علوم النفس في طريقة انك تحكم على البني آدم، تعرف شخصيته من شكل لبسه، من اختياره ليه، من طريقة تطبيق الهدوم من ناحية او معرفش ايه. فاهم قصدي؟ واحنا سايبين كل التطور العلمي ده ولسه قاعدين في كلام عمو الحكيم. طب ينفع كده؟ بس صدقوا والله هو برضه عنده وجهة نظر. معلش يعني كلام العلوم ده بره عننا، يعني احنا فعلا ما ينفعش معانا غير كلام الحكيم، لاننا بصراحة مش هنعرف نحكم على البني آدم من لبسه بشكل صحيح. خلينا نكون صراحة. يعني مثلا هقول لك سؤال جميل جدا قد تراه غريب، ولكن هو ايه المشكلة انها تكون فتاة ليل وعاهرة وجدعة؟ يعني ايه التناقض في الموضوع؟ الجدعنة لا تتناقض مع العهر. مش قصدي ان اللي هي بتعمله ده صح، هو غلط واحنا عارفين انه غلط، بس ده مش موضوعنا. انا بتكلم دلوقتي في انها هتساعدك في موقف فلاني. ايه علاقة ده بده؟ ايه ما شفتش السقة ولا ايه؟ عمل كل حاجة غلط في حياته وعمره ما خان واحد صاحبه. وده بجد بيحصل. بتلاقيه فعلا حد في منطقة شعبية ومتسحول وبيعمل كل حاجة غلط في الدنيا، بس هو فعلا مع اصحابه جدع جدا ومش شايف ان في اي تناقض ما بين الاتنين بصراحة بمنطق العقل. يعني على صعيد اخر مثلا لبس الهيب هوب، اللبس اللي احنا بنلبسه الاوفر سايز والمعرفش ايه والالوانات بتاعته. الناس الكبار لما بتشوفك لابس اللبس ده اول كلمة بيقولها لك انه شايفك تافه. وده مش بدافع الحكمة ولا فهم البشر ولا اي حاجة، هو بس عشان انت عكسه، انت مش لابس زيه. فهو بدافع الانانيه اكتر، اللي هو اللي احنا بنعمله هو صح، اي حد هيعمل حاجه غير اللي احنا بنعملها تبقى غلط، فكك اقفل ومروح. مش قصدي ان الكل كده، بس بعض كبار السن كده. وعلى فكره الكلام ده مش محليا بس، الكلام ده عالميا. يعني لو تفتكروا كبار السن بره هم اللي بيضطهدوا المسلمين اللي بره. الست المحجبه لما بيشوفوها في الشارع، ولا المسلم اللي بدقن. نفس الكونسبت بتاع كبار السن عندنا، هو ده عكس تقاليدي. احنا ما عندناش ده في الكالتشر بتاعتنا، انتوا ماشيين عكس الكالتشر. يبقى انتوا توريزم بقى وبتاع وما اعرفش ايه، واجيبك من شعرك وهيعمل كل حاجه متخلفه. زي الناس الكبار عندنا هنا برضو اللي بيعملوا نفس الكونسبت لما بيشوفوا واحده لابسه شكل مختلف او واحد لابس شكل مختلف. ببساطه هم بيفسروا الموضوع على هواهم. هم شايفين ان ده غلط. ليه؟ عشان انا شايفه غلط. بس عايز اسباب ولا ايه؟ اتجننت؟ فكروش مثلا للحظه ان ممكن اللبس الفلاني ده يكون مريح. يعني انا مثلا ده من الاسباب المهمه بالنسبه لي في موضوع اللبس الاوفر سايز، يعني ان انا بعيدا عن الاسباب اللي خلتني البسه اول مره، الا ان هو لحد دلوقتي من اكتر اللبس اللي بحبه، لان هو بيداري عيوبي. انا شخص جسمي مش متناسق قوي، فالموضوع عامل زي البدل بالظبط، اللي هو ايه، بيلم الدنيا كده، مفيش حد بياخد باله من حاجه. بقول لك ايه، شايف زرار السبسكرايب الاحمر اللي تحت ده؟ انا عايزك تعتبر صباعك ده طور، تقوم تجري عليه وتنطحه، تضغطه، لا مؤاخذه. كمل الحلقه. السبب التاني لللبس بقى، غير موضوع ان هو يكون مريح، يعني فكرة ان هو ممكن يكون بيعبر عن افكارك.
ودي حاجه انا اول حد شفته اتكلم عنها وعجبني قوي بصراحه كان حازم الصديق، وكان بيتكلم عن اللبس الديني، كان بيتكلم على فكره الدقن، على فكره الجلابيه والحاجات اللي من الكالتشر الاسلامي، الثقافه بتاعتنا، واللي انت ممكن تبقى بتعمل ده عشان يميزكوا الكوميونتي بتاعنا، فاهم؟ مسلمين، انت هتشوف الشخص ده هتقول ده مسلم، انا مؤمن بهذه الافكار فانا هدعمها بالشكل ده، ان انا هبقى شبهه، ودي حاجه لا تعبهم بصراحه ابدا. اسمع بقى الكلمتين دول لو بتحب نظريه المؤامره. ايه اللي حصل بقى وشوه الموضوع ده؟ اعداء هذا الوطن لما بدأ يحصل الحوادث والحاجات الارهابيه هم حطوا نفس الناس نفس الشكل بنفس اللبس بتاع المسلمين دول في الصوره، ففجأة بقى في خلط دائم ما بين ان اي حد بيلبس ده هو ممكن يكون ارهابي اكتر، فاهم قصدي؟ وبالمناسبة انا نفسي من الافلام المصري على مدار طفولتي كنت بخاف من الراجل اللي بدقن ومن الست المنقبة بسبب الفيجن اللي صورها لي السينما، ان الناس دول ارهابيين، الناس دول وحشين، لحد ما اتعاملت مع بعضهم واكتشفت ان ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ على نفس السياق انا مثلا كنت بحب المزيكا وكنت مرتبط بهذا النوع من الفن اللي هو الراب، فكنت بحب البس اللبس بتاعه اللي بيقدم الكالتشر بتاعته اللي هو بدعمه بشكل او باخر. ومشكلتي مش مع الشخص اللي بينتقد عادي، مشكلتي مع الشخص اللي بينتقد ويقول لك الصداع اسلامنا، يا نهار ابيض على الجيل، شفت يا اخي اللي بيحصل في الشارع. والشخص اللي بيتكلم ده غالبا هو عمره ما سمع اغنيه راب اصلا او فهم ايه اللي بيتقال فيها او اي حاجه، هو بالنسبه له مزيكا خبط. مش بقول لك ان اللي بيحصل في اغاني حلال، لا خالص، بس الشخص اللي قيمني دلوقتي ده هو قيمني مش عشان الحاجات دي، لان هو غالبا ما شافش الحاجات دي اصلا، هو قيمني عشان هو عايز يقيمني بس. بعيدا بقى عن الحته دي هتلاقي ان عامه الشعب بيتبعوا الموضه، وعامه الشعب المقصود بيهم هم الفولورز تحديدا، يعني اللي هو في حد هو الانفلونسر بيخترع موضه معينه وفي فولورز بيقلدوه، هو ده فكره الموضه عامه. يعني الناس بتقلد بدون اي وعي وبدون اي تفكير وبتاع وما. المشكله بس في الموضوع ده ان هو زي ما قلت لك اللبس بيعبر عن افكار، فاللي هم بيعملوه ده هم شوهوا الكونسبت، دمروا النظريه، لانهم مش عارفين هم لابسين ايه ولابسينه ليه وبيعبر عن ايه ولا الكلام ده. اولهم واغربهم بالنسبه لي هو لبس العريان، لبس العاهرات. مش بتريق على حد ولا بشتم حد، انا بتكلم بالمنطق العلمي بالتاريخ، سنعود كده بالتاريخ. هات لي العاهرات اللي هم فتيات الليل اللي هم بيشتغلوا الوظيفه دي، قيم اللبس بتاعهم هتلاقي ان هي بتلبس لبس عريان قدر الامكان عشان تظهر اكثر ما تخبي، عشان اللي بتظهره ده هو البضاعه بتاعتها، بتبيعه للرجاله اللي عندهم شهوه زياده ومقابل مادي وبتاع والكلام اللي احنا عارفينه. فدي النظريه، ونظريه منطقيه جدا ما فيهاش اي خلل، يعني بعيدا بقى عن صح او غلط، هي بس نظريه. جت لحظه صناع الموضه خلصوا كل حاجه موجوده، فبداوا يروحوا للعاهرات وللشحاتين. يعني ما انا مش قادر اتقبل فكره البنطلون المقطع غير ان هو بنطلون الشحات، يعني انا ما اتربيت كده، انا شفت ده اول واحد لبس بنطلون مقطع كان شحات. ففكره ان احنا طلعناه موضه والناس اللي هي بقت اغنياء بقت بتلبسه، ده عبث بالنسبه لي، حاجه مش منطقيه بالمره. على نفس السياق لبس العاهرات واللي اصبح الفنانات بتلبسه عالميا او ما الى ذلك، وبالتالي اصبح الفولورز بتوعهم بيلبسوه. المشكله انهم بيتضايقوا لما حد بيقول ان ده لبس عاهرات، اللي هو لا ما ينفعش تقول عليها كده. عارف ممكن نوصل الموضوع ده في تشبيه بسيط جدا، لبس العاهرات بيدي رساله ما بتتقالش باللسان، اللي هو هذا الجسم معروض للبيع. العاهره بتعمل كده، اوكي؟ فلما واحده مش عاهره تلبس اللبس ده، المفروض اللي قصادها البني ادم اللي قصادها يفكر ازاي؟ صلوا على النبي. يعني مثلا دلوقتي انا جبت شقه حطيت عليها يافطه مكتوب عليها هذه الشقه للبيع، فجي حد خبط على الباب وقال لي انا عايز اشتري الشقه دي، فانت حيوان، انت ما بتفهمش، انا مش حاطط الشقه دي للبيع، انا بس حاطه اليافطه دي عشان عجباني شكلها. ايه؟ ما ده مش منطقي. هو اللبس ده بيعبر عن كده، الهدف منه كده، فاحنا ما بنلبسوش غير عشان كده. اللي بنلبسه عشان ايه تاني؟ ما هو لو في هدف من لبسه غير الهدف السكشوال قولوه ومفيش، من الاخر عشان نكون متفقين يعني. فالمهم انا كتبت الحلقه دي ليه؟ عشان اقول لكم ان عادي تحكموا على الناس من لبسهم، لان اللبس بيعبر عن اللي لابسه. ده وانا بكتب الحلقه، بس بعد ما خلصتها اكتشفت انه لا، وانك ما ينفعش تحكم على حد من لبسه، لان لا انت فاهم هو لابسه ليه ولا هو فاهم هو لابسه ليه، فاحنا جهله في بعض، فما ينفعش ان احنا نقيم بعض من الاخر عشان نكون متفقين يعني. وبعدين يعني على اي اساس معلش انت بتحكم؟ يعني برضو اصل دي نقطه مهمه قوي، انت دي ليك وليه بالمناسبه. اصدار الاحكام، الشخص اللي هو بيصدر الاحكام في اي مكان هو المفروض هو شخص مؤهل لذلك، عنده من العلم ما يكفي ان هو يطلع يصدر الاحكام. هل حضرتك عندك العلم ده؟ هل انا عندي العلم ده؟ لا، يبقى ما ينفعش نصدر الاحكام. لو انت بتصدر احكام من غير ما يبقى عندك مبررات علميه ومنطقيه كافيه، ساعتها الحكم ده هيتحول من حكم صحيح لظن. وده اللي هيودينا لخلاصه الحلقه في قوله تعالى في سوره الحجرات:
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم ومفيش كلام بعديه. في النهاية لو قلت حاجة حلوة وعجبتك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجة ضايقتك سامحني ويبقى الثواب ليك. من الآخر جمعية ودايرة والكل مستفيد.